بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله والله وحشتوني بجد. بصوا بقى دلوقتي، احنا هنعمل الحلبة المعقودة او المفتقة زي ما بتقولوا عليها. يعني انا مش يعني كل واحد بيقول ايه اسم ليها شكل. دول ايه هنعملها طبعا. الاول كل سنة وانتم طيبين طبعا بشهر الكريم، ربنا يبلغهن يا رب ويعيدوا علينا بخير، لا فاقدين ولا مفقودين، ويصلح حالكم وحال اولادكم يا رب العالمين. بصوا يا حبايبي، انا هعملها دلوقتي. المقادير 5 كيلو عسل، وزي ما شوفنا كده 3 معالق حلبة، وحوالي 3 معالق مغات، و6 معالق دقيق، مش بحط دقيق كتير، وكوباية ونص زيت، اخدت حبة منهم وحمرت فيها البتاع في طاسة لوحدها. وادي ايه الكوباية والحبة اللي فاضوا من النص التاني. فاهمين؟ ده اول حاجة هنعمل ايه كلنا عارفين طبعا، بس ايه دايما الحلبة دي بتبقى ايه، بتبقى عايزة حد متمكن فيها. نسخن الزيت كويس ونحمر السمسم كده زي ما احنا شايفين، واول ما نشم ريحته كده نروح حاطين الدقيق. هيعتمد الموضوع على انك يعني طبعا ست البيت كلنا شاطرين وعارفين يا حبايبي على الشم. يعني انتي بتشمي ريحة البتاع زي البشاميل كده، لو شميتي ريحة الدقيق استوى بتنزلي المغات لازم تشمي ريحته. ده بقى لازم زي ما بنعمل المغات كده ونحمره، اللي هم عارفين طريقته طبعا. و... وتشمي ريحته كده طبعا بنضيف ساعتها المية. هنا بقى هنضيف ايه؟ العسل. هنحط ادي اول 2 كيلو اهو. طبعا انا بحط بايد وبقلب بايد، وربنا يكفينا شر النار وعذابها يا رب. والدنيا سخنة خالص، آه، في يعني الحلة سخنة مولعة نار، يعني اللسعة من العسل، يعني ربنا يعافيكوا يا رب. خلي بالكوا يعني. وده كيلو لوحده اهو. واقلب شوية واعمل عملية اساعد نفسي. و... وبعدين هجيب الكيس اللي هو الاخير. والله العظيم جميلة وزي العسل اهو فتحته. دول 2 كيلو كمان، يعني المجموعة كده 5 كيلو. ماشي يا حبايبي، احنا بنعملها بقى 5 كيلو طبعا علينا كتير، بس عشان تدي حبايبك يا قرايبك واولادك وكده يعني. فاهمين؟ دي ما تتاكلش لوحدها، يعني ما ينفعش تاكليها لوحدها. بص غلت، هطفي انا عليها على طول. وضفت عليها السوداني اهو المحمص. خلاص اهو زي ما انتوا شايفين كده. اخر حاجة تحطيها 3 معالق الحلبة المطحونة. الحلبة المطحونة يا حبايبي، ما نكترش. لو حطيتي اكتر من 3 معالق هتبقى ريحتها حلبة جامدة اوي ما تاكلي يعني. هما بتعمل ريحة كده 3 معالق دول ولا الهوا يعني هيخلوها ريحتها ان هي ريحتها حلبة، لكن مش متغرقة بالحلبة للناس اللي ما بتحبش ريحة الحلبة يعني. لكن اللي بيحبها يحط زي ما هو عايز، بس عشان خاطر المقدار ده انا بقول لكم المظبوط. ليه؟ لان انت ممكن تزودي تمرر. ماشي يا حبايبي، ممكن تمرر ولا حاجه الحلبه تبقى كتير تمرر تبوظي الاكله كلها. ماشي، هو بس ياخد غلوه كده. دي رشه ملح ليمون، معلقه صغنونه خالص اللي هي الصغننه دي بلاستيك دي. خلاص كده. بصوا بقى كل السمسم والسوداني طالع فوق الزق. خلاص هي هديت شوية، طفينا عليها وهديت شوية. هنغرف بقى عشان ناكل منها ونفطر منها. اللي عايز يتعشى يتعشى. بصوا الحباش قد ايه، بصوا مليانة سوداني وتحفة والله جميلة تحفة قوي. اللي عايز يزود يزود، اللي عايز يقلل يقلل. انت عايزة تحطي ربع سوداني وأقل من ربع سمسم ماشي. بس احنا هنا بنحب المكسرات اكتر، يعني من الحلبة نفسها. فاهمة؟ يعني اما تاكلي فاضية تتضايقي، لكن احنا بنحبها مليانة. فاحنا يلا اهو هنفطر. فروحت حاشية اهو طبعا انتي زي ما انتي عايزة. هي بتبقى جميلة قوي في العيش الفينو، بس زي ما انتي عايزة. جبتي عيش بلدي حطيتي مش هتقول لا.
بصوا مليانة مكسرات، انت عاملة سندوتش مكسرات. بس يا حبايب قلبي كده، وما تحرمش منكم يا رب، وربنا يخليكوا ويصلح حالكوا وحال أولادكوا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب نشوفكوا بصحة وسعادة وهنا. والله مش عارفة أقول إيه، ربنا يا رب ما يحرمنيش منكوا أبدا، ما يحرمنيش منكوا أبدا يا رب. بس زي ما انتوا شايفين كده الحلاوة والجمال ده، مش قادرة أقولك بقى، يعني مش قادرة أقول، كانوا بيتخانقوا عليها. اهو انت عاملة بقى الشاي، واللي عايز سادة يعمل، اللي عايز بلبن يعمل ويشرب. ماشي اهو. بس وتأكلي بقى واشربي. كمان القيمة الغذائية عالية، فيها حديد، وفي المكسرات طبعا، والبروتين ده اللي في السمسم. فاهمين؟ جميل. يلا أشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله